بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة بتاعتنا. وكمان ان شاء الله في اخر الفيديو هنزل هعمل ايه للكتاكيت البيضة، لان مفيش تفاعل على الفيديوهات فهو هخليه فيديو واحد بس، علشان برضو الكل يتفرج ان شاء الله يشوف احنا عملنا ايه، لان في ناس كتيرة متابعة معايا دورة الكتاكيت، فمش عايزة أقصّر معاكم، فهاقول لكم إن شاء الله أنا عملت معاهم إيه بإذن الله. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو رجاءً حبايبي ادعمونا كده في القناة، حطّي لي لايك على الفيديو لو عجبِك واستفدتِ منه بحاجة بسيطة، واديتِك كده شوية طاقة إيجابية. ما تبخلوش علينا باللايك، اللايك ده بيبدأ يرفع الفيديوهات شوية، لإن ما فيش تفاعل الأيام دي خالص على الفيديوهات، وده طبعًا مزعّلني، بس إيه إن شاء الله بإذن الله ليّا حبايب كتير هيبدأوا يرفعوا لي الفيديو ده باللايك والمشاهدة. بُصّوا بقى مبدئيًا زي ما أنتم شايفين النهارده العمر أول يوم في ال16 يوم النهارده، يعني النهارده كده عندهم 16 يوم، خلاص قفّلنا ال15. المفروض يبقى متوسط الوزن معاكِ نُص كيلو أو أزيد. الحمد لله الوزن عندي كويس، بس الصراحة برضه ما وزنتش النهارده، أوعدكم إن شاء الله هاوزن كمان كام يوم كده، هاشوف الأوزان إيه. طبعًا أنتِ لازم زي ما باقول لِك وبأكد عليكِ الأوزان تشوفي وتتابعي الأوزان عندِك إيه. في العمر ال15 ممكن ندّي جرعة للكوكسيديا، جرعة فعّالة للكوكسيديا يعني مضاد للسموم يكون بيطري. طيب أنا عندي عدد بسيط ممكن أحُط خَل. طيب أنا مش حابة مثلًا إن أنا هاحُط خَل، هاقول لكم النهارده إن شاء الله هنحُط ليهم إيه في المَيّة، برضه حلو جدًا يمشّي معاكِ لمضاد السموم، فحلو جدًا برضه بإذن الله. بالنسبة للأكل حُطّي اللي أنتِ عايزاه، ممكن النهارده تحُطّي البابريكا كده معلقة صغيّرة على كيلو العلف في البابريكا حلوة جدًا، مطهّر معوي بينشّط الفراخ معاكِ، بيرفع المناعة، كمان مضاد للفيروسات للبكتيريا، بينشّط الدورة الدموية. البابريكا أو اللي هو الفلفل الأحمر حلو جدًا بالنسبة للفراخ البيضا، غير كده إن هو مليان بقى بالفيتامينات، يعني فيه فيتامينات كتيرة. وكمان بيتميز كمان البابريكا النهارده إن هي فيها فيتامين سي، كمان حلو جدًا بيرفع المناعة، وحلو أوي كمان في الوقت اللي إحنا فيه ده لازم نرفع المناعة، ولازم كمان زي ما باقول لكم نقي بقى البرد والكلام ده كله بالحاجات الطبيعية دي. كان جالي سؤال برضه واحدة بتقول لي أحط الجنزبيل والقرفة والشطة والحاجات دي لأ يا حبايبي بُصّوا، أنتِ لمّا تيجي تعملي خلطة يا تحطي الجنزبيل، يا إما تحطي القرفة، يا إما لو حابة تحطي بابريكا ماشي، حابة تحطي برضه فلفل أسمر ماشي، يبقى كل حاجة كده لوحديها، تمام. فأنا النهارده حطيت بابريكا على الأكل ليهم معلقة صغيرة كده، حلو جدًا كمان، حلوة أوي للفراخ بقى البلدي، بتخلّي معاكِ عُرف الديك أو الفرخ أحمر كده وحلو جدًا، فحطي منها معلقة صغيرة على كيلو العلف وابدئي قلّبي. طيب هو أنا المفروض أبدأ بقى أغيّر الدرجة التانية إمتى بالنسبة للفراخ البيضا؟ النهارده كده خلاص زي ما قُلت لِك إحنا قفّلنا ال15 يوم، ممكن أبدأ أغيّر على فكرة، لإن الفرخة عندي عدّى ال600 جرام، فأنا ممكن في الحالة اللي أنا فيها دي أبدأ أغيّر. في ناس بيقول لِك لمّا الفرخ يوصل معاكِ نُص كيلو ابدئي غيّري، بس أنا ما باعملش كده. أنا باعمل إيه، أنا دلوقتي أدخّل الدرجة التانية لمّا أحس إن الفرخ معايا هيعرف ياكلها، فأنا هاستنى كمان يومين وهابدأ إن شاء الله لمّا نقفّل بقى ال17 يوم، أولنا 18 يوم ممكن أبدأ أغيّر إيه معاكم العلف، وهنشوف هنعمل إيه مع تغيير العلف. أنا مش مستعجلة خالص على تغيير العلف، بس برضه الناس اللي هتسألني هو أنا ينفع أكمّل ببادي؟ لأ، البادي ما ينفعش إن أنا أكمّل بيه لعدة أسباب. أولًا البادي فيه نسبة بروتين عالية، فمش هينفع للفرخ إن أنتِ تأكّليه بادي، كمان إن هو ممكن كمان هيسخّن معاكِ جسم الفرخ. طيب ليه بقى بنستخدم الدرجة التانية اللي هو تركيز 21؟ بتبقى بقى بيبدأ يدّي للفرخ طاقة كده، وبيبدأ بقى الفرخ معاكِ يتحوّل لفرخ، يعني تبُصّي تلاقيه بقى فرخ معاكِ، فبيبقى محتاج اللي هي النسبة الأقل اللي هي ال21 للطاقة. فلكل سِن ولكل مرحلة بيبقى ليها تغيير في العلف. الناس اللي هتقول لي طيب أنتِ ليه مش بتستخدمي العلف الناهي اللي هو تركيز 19%؟ أنا ما باحبش أغيّر من علف لعلف، إحنا لمّا بنيجي نغيّر للدرجة التانية ممكن الفرخ تلاقيه مش عايز ياكل، بيكِش معاكِ شوية، ما بيبقاش عاجبِك. فأنا يعني من تجربتي بقى في تربية الفراخ البيضا ما بادخّلش الدرجة اللي هي النهائية خالص. طيب أنا باعمل إيه، باجي مثلًا قبل الدبح بأسبوع أو 8 أيام بابدأ ممكن أدخّل شوية دشيشة، شوية حتّ فول، أبدأ أضبّط الدنيا اليوم كده، فبيبقى حلو جدًا. وكمان الفرخ زي ما أنتم بتشوفوا كده معايا بيبقى ناشف كده وبيبقى حلو أوي. فده ده كده اللي أنا باعمله بالنسبة للفراخ البيضا. طيب أنا النهارده إن شاء الله هاعمل خلطة إيه، هاعمل الكركديه.
بس انا شايله الميه من قدامهم، هعطشهم بقى شويه عبال ما اعمل الكركديه. انا الصراحه ما جهزتهوش يعني، بس انا بقول لكم النهارده انا عملت ايه. فهبدا كده بقى هعمله كده، وهبدا اسيبه لما يبرد شويه، وهبدا بقى ان انا ان شاء الله هقول لكم هعمله ازاي. طبعا احنا عملناه مع بعض كتير في القناه، بس انا عايزه اديكي نبذه برضو عن الكركديه. الكركديه مطهر معوي قوي جدا معاكي، بيقضي على البكتيريا الضاره، برضو بينشط معاكي الدوره الدمويه، كمان بيزيد من تدفق الدم للانسجه، وبالتالي حصول على صحه جيده للطائر. يحتوي على مجموعه فيتامينات، كمان بيعالج معاكي نزلات البرد، وبيستخدم كمضاد للسموم، وده اللي انا حبيت ان انا اعمله النهارده كمضاد للسموم، وكمان بيحافظ على درجه حراره الجسم. فحلو جدا. ابداي دخلي الكركديه ليهم النهارده ربع الكوباية الكركديه على 2 رتل ميه، ابداي قدموا لهم يشربوا منه، حلو جدا ومفيد زي ما قلنا فوائد الكركديه. تعالوا كده هنخش على الكتاكيت النهارده. طبعا زي ما قلت لكم كان في شويه اسهالات، حاجه بسيطه خالص. هو كيس النشا ده بدات كده احط زي معلقه صغيره اهوت، بس كبيره شويه اهو، على شويه العلف، وهزود شويه العلف دول عشان هعمل خلطه النشا دي النهارده وبكره. بس بكره هقول لكم برضو ان شاء الله هعمل معاهم مع اضافه النشا. وبدات كده زودت برضو شويه علف ليهم. فهبدا بقى هقلب كل حاجه كويس كده، وهبدا ان شاء الله دلوقتي هقدم لهم الاكل زي ما انتم شايفين. بالنسبه للفرشه حبايبي، النهارده العمر الرابع لعمر الكتاكيت بتاعتنا، شلتها بقى خلاص. ليه بقى شلتها؟ حسيت خلاص ان الفرخ بدا يعرف يقف كده على رجليه، فشلتها. ممكن تشيليها من العمر الرابع للعمر الخامس. كان جالي سؤال، هو انا ينفع احط مباشره الكتاكيت على فرش التحضير؟ ايوه ينفع، مفيش مشكله. بس احنا دلوقتي انا بجيب الكتكوت بيبقى صغير، بتبص تلاقيه مش قادر يقف، فانا بحاول ان انا كمان ادفله المكان على قد ما اقدر، وبس يومين 3 وبشيلها. يعني هي مش بتزعلني في حاجه. بس طبعا في الصيف انا مش هحط مش حاطه الكلام ده خالص، انا بحطه بس في الشتاء علشان خاطر الكتكوت يتدفى معايا. انما في الصيف انا بحطه مباشره على فرش التحضير. بدات كده اهوت، اتابع كل حاجه، حطيت لهم الاكل وحطيت لهم الميه، يبداوا بقى ياكلوا ويشربوا. بالنسبه للميه، النهارده كده اخر يوم ليهم في التحصينات. ان شاء الله باذن الله بكره هعمل لهم حاجه طبيعيه من البيت. خلاص انا اديت التحصينات، وفي لسه شويه اسهالات. زي ما قلت لكم بدات كده هويت شويه، رفعت اللمبه، ظبطت الدنيا. هبدا بقى هعمل لهم ان شاء الله من بكره حاجه طبيعيه، هظبط الدنيا ان شاء الله. فالنهارده كده العمر الرابع في عمر الكتاكيت عندك. طيب هو انا ينفع احط نشا وانا بدي التحصينات؟ ينفع عادي، ما فيهاش مشكله خالص. تمام. بدأ ان هم يتجمعوا وياكلوا. بدأت كده هبدأ بقى هرفع مستوى الاكل شويه علشان الكتكوت يبدأ يشب معايا. وكمان الميه برضو هبدأ ارفع مستواها شويه عشان خاطر برضو الكتكوت يبدأ يشب. انا حابه الكتكوت يبدأ يشب كده ويرفع دماغه لفوق. كل ما هيشب معاكي كل ما هيملى لحم من منطقه الصدر. وكمان انت بتعودي الكتكوت ان هو يقوم ويقف، لان الكتاكيت البيضه دي من طبعها ان هي كسوله. فعلى حسب ما هتعودي كتاكيتك على فكره، على القعده هتقعد، على الوقفه هتقف. فحاولي على قد ما تقدري تخلي طول الوقت ان الكتكوت واقف معاكي بيشب كده علشان يعرف ياكل. ده كان فيديو النهارده، اتمنى طبعا فيديو النهارده يكون عجبك. خلصت الكلام في فيديو النهارده، عملنا الكركريه وعملنا كمان البابريكا للفراخ الكبيره بتاعتنا. وبالنسبه للكتاكيت عملت النشا النهارده في الاكل. استنوني ان شاء الله في فيديو بكره باذن الله. بس لو وصلتي معايا لنهايه الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك يا قلب اختك. اشوفكم ان شاء الله بكره على خير، مع السلامه.